سلام الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اليوم دورة تدريبية حول مكساج الصوت، فلنبدأ على بركة الله تعالى. أهلا بك استوديو لتقنية مكساج الصوت. المكان استوديو الهندسة الصوتية الخاص بالأستاذ أمين. الأطراف الأستاذ أمين مجدوبي كلينتون، المهندس، التلميذ، المتدرب. التلميذ ينظر إلى شاشة برنامج الهندسة الصوتية بحيرة. أستاذ أمين: لقد قمت بدمج الآلات وتعديل الميكس، لكن النتيجة تبدو جافة وقاسية على الأذن. كيف يمكنني تحويل هذا الميكس ليكون مريحا ومنعشا للمستمع باستخدام تقنية مساج الصوت التي حدثتني عنها؟ الأستاذ أمين يبتسم ويجلس بجانبه. أهلا بك يا بني. هذا هو الفرق بين الميكس التجاري الجاف والميكس الحيوي. مساج الصوت يتطلب منك أن تعامل الموجات الصوتية كعضلات تحتاج إلى تليين وتوجيه. دعنا نفتح مشروعك خطوة بخطوة ونطبق الحلول عملياً. افتح أولاً الفلاتر على مسار الصوت البشري فوق التراك. التلميذ: حسناً، لقد فتحت مكسر الصوت والكيو جاهز. ما هي الخطوة الأولى؟ الأستاذ أمين: الخطوة الأولى هي تنظيف التشنجات الترددية سيرجيكال كيو. عندما نقوم بمساج حقيقي نبحث عن نقاط الألم. في الصوت نقاط الألم هي الترددات المتراكمة. قم بعمل فريكوينسي سويب. ارفع قيمة كم في فتر الكيو وابحث في منطقة الترددات بين 200 إلى 500 هرتز. ماذا تسمع؟ التلميذ يحرك المؤشر. أسمع صوتا مكتوما يشبه الصندوق بوكسي ساند يضغط على أذني. الأستاذ أمين: تماما، هذا هو التشنج. الآن قم بخفض هذا التردد بمقدار 2 إلى 3 ديسيبل دي بي بنطاق ضيق نارو كيو. ثم اذهب إلى منطقة الترددات الحادة 2 كيلو هرتز إلى 4 كيلو هرتز، والتي تسبب رنينا مزعجا هوشنس، واعمل لها خفضا بسيطا برفق. هكذا جعلنا الصوت يتنفس، وهي أولى خطوات راحة الأذن. التلميذ: رائع، الصوت أصبح أنظف وأقل حدة فعلا. ماذا عن الخطوة الثانية؟ الأستاذ أمين: الخطوة الثانية هي التدليك الديناميكي ديناميك كمبرش. نريد صوتا ناعما ومستقرا لا يصدم المستمع. افتح الكمبريسور كمبرسر. سنضبط الإعدادات بلمسة ناعمة. اجعل نسبة الضغط رشية منخفضة جدا، مثلا 1:5 أو 2 دقائق صباحا. اضبط التاك ليكون بطيئا نوعا ما، سلو تاك، لكي يحافظ على طبيعة الحروف الأولى للحوار. واجعل الريليس سريعا إلى متوسط ليعود الصوت لطبيعته بسلاسة. الهدف هنا ليس ضغط الصوت بعنف، بل جعل الفروقات بين الصوت العالي والمنخفض ناعمة كالحرير. التلميذ يلاحظ مؤشر خفض الصوت في الكمبريسور. صحيح أستاذي، الكن ريدكشن لا يتجاوز 2 ديسيبل، والصوت أصبح متزنا جدا وكأنه يسير في مسار مبطن. الأستاذ أمين: ممتاز. الآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، البعد المكاني والاسترخاء ريفرب وديليس الدرش. المساج يحتاج إلى أجواء مريحة، والصوت يحتاج إلى مساحة سبيس. لا تضع مؤثر ريفرب مباشرة على مسار الصوت. بدلا من ذلك افتح مسار إرسال جانبي أوكسيلري سنتراك. التلميذ: لماذا نستخدم السند بدلا من وضعه مباشرة insert؟ الأستاذ أمين:
سؤال ذكي. لو وضعته مباشرة سيمتزج الصوت الأصلي بالصدى ويصبح ضبابيا وموجعا للرأس. لكن عبر السند نرسل نسخة من الصوت إلى الريفيرب. اختر نوع ريفيرب دافئ مثل بليت ريفرب أو روم ناعم. والأهم، ضع فلتر كيو بعد الريفيرب مباشرة، واقطع الترددات المنخفضة تحت 200 هرتز والترددات العالية فوق 10 كيلو هرتز. أبي رود ريفيرب تريك. التلميذ يجرب ويستمع. الصدى أصبح يحيط بالصوت من الخلف بنعومة فائقة دون أن يغطي على الكلمات. الصوت يبدو يسبح في فضاء مريح جدا. الأستاذ أمين: أحسنت. والآن اللمسة السحرية الأخيرة، الخطوة الرابعة، التوزيع ثلاثي الأبعاد والتوسيع سبيشال ميساوجين. إذا كان لديك مؤثرات خلفية أو آلات ثانوية، استخدم أداة ستيريو ميدجر لتوزيعها في الأطراف ستيريو فيلد بعيداً عن المنتصف سنتر. هذا يترك المنتصف فارغة ونظيفاً للصوت البشري الأساسي، ويعطي أذن المستمع إيحاءً بالاتساع والراحة والنقاء، تماماً كأن الصوت يحيطه من كل جانب ليخفف عنه التوتر. التلميذ يخلع سماعات الرأس بذهول. أستاذ أمين، النتيجة مذهلة. الصوت لم يعد مجرد ترددات تصطدم بأذني، بل أصبح تجربة حسية مريحة وممتعة جدا. أشعر بالارتياح وأنا أستمع إليه الآن. الأستاذ أمين يضع يده على كتف تلميذه. هذا هو سر مساج الصوت يا بني. الهندسة الصوتية الحقيقية هي علم يراعي فيزيولوجية الأذن البشرية وسيكولوجية المستمع. حافظ على هذه اللمسات الناعمة دائما في أعمالك. ما هي الخطوة التالية التي تود مناقشة فيها؟ شكرا هدافي بناء فنان حقيقي. كان معكم أستاذ أمين مجدوبي كلينتون.